السلام عليكم. معاكم يوسف سمير رشدي، قناتي يوسف سمير رشدي مستشارك العقاري جو. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا. الاسئله اللي بتتسال لي ازاي اقدم على الاسكان. كل الناس بتتكلم معايا دلوقتي. اي فيديو بنزله عن الاسكان، انا مجالي العقاري وبنزل فيديوهات على الاسكان والعقارات في كل مكان مصر والعالم العربي. الاسئله اللي جايه لي على شقق الاسكان اسئله كتيره جدا. ازاي نقدم؟ وانا ارمله، انا ماليش دخل، انا حرفي، انا عندي محل، انا معايا كارد، انا عايز اقدم في المحافظه اللي جنبي، انا الاسئله دي كلها يا جماعه ممكن نجملها في الفيديو دوت. هنقول ازاي تقدم، ازاي تشترك كراسة الشروط، ازاي تدخل تقدم وترفع اوراقك، ايه الاوراق المطلوبه. وهحاول ان هو الفيديو يبقى صغير وجميل وسريع. طيب، اولا هنتكلم عن عام تقديم لشقق الاسكان الاجتماعي لمحدود الدخل بشكل عام، مش هقول مرحله من المراحل. احنا زمان كنا بالتقديم ان هي لما بتنزل الطرح بنروح البريد، بنشتري كراسه الشروط، بندفع مقدم الحجز، وبعد كده بناخد الورق بتاعنا ونروح حاطينه باعتينه في ظرف البنك الاسكان والتعمير. ده الشغل القديم. لا، الشغل الجديد دلوقتي بقى فعلا الطرح هينزل في طرح جديد اهو نازل كمان كام يوم. اول ما الطرح ما هينزل بتروح بقى فعلا، بنروح مكاتب البريد، بنشتري كراسة الشروط. كراسة الشروط بتبقى في حدود 150 جنيه. بتشتريها، بتملى الاستمارة بتاعتها، وبتاخد الايصال اللي انت اشتريت بيه كراسة الشروط. مليت الاستماره وخدت الايصال اللي انت مليت بيه كراسه الشروط. تمام كده اهوت. بعد كده بتعمل ايه؟ بتدخل على بتدفع طبعا المبلغ اللي هو زي ما نازل 14 15 16. تدفع المصاريف الاداريه اللي هي ال 5%. بتشتري كراسه الشروط تقريبا ب 150 جنيه. بعد كده بتعمل ايه؟ النظام الجديد بقى، ما خلاص ما بقيناش نحطه في ظرف في البريد وبنبعته، لا، تدخل على موقع الصندوق الاجتماعي او موقع الاسكان، الاسكان الاجتماعي. وبتدخل على الموقع وتدوس تسجيل. باول حاجه بتفتح لك الصفحه استماره بياناتك، بتدخل بياناتك كلها، رقم القومي والاسم والعمل وكل بياناتك، وتحط رقم تليفونك وبتستنى. هتلاقي رساله جات لك على تليفونك. اول ما بتجيلك الرساله بكود، بتدخل تاني على الصفحه اللي انت فاتحها وبتكتب الكود اللي هو جالك دوت. كده خلاص الصفحة الشخصية بتاعتك اتعملت برقمك القومي. خلاص كده تدخل بتسجل بقى ايه كل حاجة. بتدخل اول حاجة على الطرح اللي نازل، بتسجل: يا جماعة انا عايز الطرح دوت، انا شغال في الحتة الفلانية، امكانياتي كذا 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 كذا. يقول لك قدم الطلبات. تبقى انت مجهز الطلبات: بطاقتك، رقم قومي، بطاقة المدام، أو لو في أولاد يبقى شهادات ميلادهم، لو أرملة يبقى شهادة الوفاة، لو مطلقة يبقى شهادة الطلاق. كل أوراقك اللي أنا ذكرتها كتير وهذكرها تحت الفيديو تاني. كل أوراقك بتعملها بقى بصيغة إيه؟ بصيغة PDF. بتعمل ملف صغير كده في صور بطايقك وشهادات ميلادك، دخلك، لو انت موظف في حكومة يبقى بتروح تجيب مفردات مرتب مختومة طالعة في نفس التاريخ بتاع تقديم الطرح. لو انت شغال في شغل خاص بتجيب شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد. الدخل دوت يعني نصيحتي للجميع اللي هو يبقى في حدود ال 2000 2200 1800 1900 في الحدود دهيت، عشان يعني يبقى تستفاد باكبر دعم ممكن. دي الحدود الكويسه اللي انت ممكن تعمل بيها. لو انت برضو حرفي، لو انت بتشتغل في بيت، لو انت بتشتغل في مزرعه، كل دوت ممكن تعمل شهاده دخل. طيب لو ارمله يبقى من مفردات المعاش. اي حاجه كمان عندك حساب توفير، عندك شهادات، عندك اي حاجه بتدخل لك دخل انت او اسرتك. لو انت بتقدم كاسره مش كعازب، انت او اسرتك بتقدمها وبتكتب ان انت كذا 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 كذا. بتقدم الاوراق دي كلها. بعد كده بتدوس بتحمل الملف اللي انت مصوره. هيقولوا لي بصور الصور دي ايه؟ اي حد، اي سايبر نت، اي مكتب تعليمي
فاتح المواضيع ديت وكتابه العقود والكلام دوت، بيبقى عنده سكانر بيطبع الاوراق بتاعتك دي كلها. الاوراق بيبقى فيها الاستماره اللي انت بتاعت اللي في كراسه الشروط، بيبقى فيها الايصال اللي انت شاري بيه كراسه الشروط، بيبقى فيه الايصال اللي انت دافع بيه المبلغ بتاع جديه الحجز. كل دوت بيبقى موجود، بتعمله في ملف اسمه PDF. اي حد بيفهم هيعمله لك، او انت لو عندك البرنامج ده على الكمبيوتر وعندك سكانر بتطبع وبتعمله بالصيغه دهيت، وروح محمله على الصفحه الشخصيه بتاعتك، وروح دايس تقديم الطلب، هيجي لك تم تقديم الطلب. خلاص كده تستنى ايه؟ تستنى الاستعلام. بيبقى في خلال شهر 2 3 الاستعلام بينزل. الناس بتسألني اسئله كتير بقى نجاوب عليها في السريع كده، وانتوا عارفين زي كل فيديو بعمله الشغل بيبتدي بعد الفيديو. الاسئله اللي تحت انا بجاوب على كل الاسئله، وفي ساعات الاسئله اللي تحت بتبقى اكبر من عدد المشاهدات، مش عارف ازاي، بس يعني في ناس بتدخل تسال من غير ما بتشاهد تقريبا. انا بطلب منكم ان انتوا كل اللي يشوف الفيديو دوت يدوس اشتراك لو لسه ما اشتركش معايا، ولو مشترك معايا يفعل الجرس ويدوس لايك. ويا جماعه انا برد على كل الاسئله، اي سؤال هتساله برد عليه. انا شويه اسئله برضه هجاوبكم عليها دلوقتي. الناس بتسالني بعد كده الاستلام بيبقى في خلال قد ايه؟ الاستلام بيبقى في خلال 30 شهر من نزول الاعلان. لو الاعلان مثلا نزل 1/3 1/4، عد 30 شهر على الاستلام. الاستعلام هيتم امتى؟ شهر 2 3 على حسب. طيب ايه اللي هم يستحقوا الدعم يعني ايه الاولويات؟ هقول لك. لو انت اسره زوج وزوجه وتعول وسنك صغير، انت تستحق الدعم. طيب ايه تاني؟ لو انت ارمله وتعولي، اسره سنك صغير، تستحق الدعم في الاول، يعني الاولويات. بعد كده اللي سنه صغير، اخر حاجه طبعا بيخلوها الاعزب، معلش بقى، يعني الاعزب حظ صغير شويه. وبعد كده هو بقى المطلقه وتعول، كل ديت اولويات. طب هنقول لو مثلا نازله 100,000 شقه واللي بيقدموا 200,000 شقه، طب ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ الاولويات بتنزل في ارقام. ال 100,000 بياخدوا، وال 200,000 دول يا اما بيسحبوا يا اما بيستنوا مشروع تاني. ممكن تقدم التقديم الطلبات بتاعته زي ما انا قلت، صورة بطاقة والحاجات اللي انا طلبتها ومفردات المرتب وبتاع دوت. انت تقدم في انهي محافظة؟ انت ممكن تقدم في المحافظة الاولوية اللي انت شغلك فيها، دي الاولوية. ناس كتير قوي بتسألني على موضوع المحافظة. انا بطاقتي المنيا بس انا شغال في مصر. خلاص يا جماعة، شغال في مصر، مفردات مرتبك في مصر، عقد ايجارك في مصر، ايصال المرافق اللي انت بتقدمه مع عقد الايجار في مصر، خلاص يبقى انت تقدم اولويتك مكان شغلك، مكان سكنك، دي اولويه. عايز تقدم في المحافظه اللي انت مسقط راسك او عنوانك فيها، قدم، بس مش اولويه. طيب ايه تاني؟ لو انا عايز اقدم في محافظه جنب شغلي، ماشي، مسموح. وخصوصا لما بتبقى محافظتك العدد فيها كامل، ممكن تقدم في محافظه او مدينه جنبك، ده مسموح جنب مكان عملك او مكان شغلك. طيب الاسئله كتير جدا، ولو انا قعدت اجاوب عليها في الفيديو دوت عايز لي 3 ساعات، محدش هيتفرج على ال3 ساعات دي. تابعوني وانا برد على الاسئله، وهبدا معاكم اول ما الفيديو ما هينزل. هنبدا رد على الاسئله، وتليفوني موجود وبجاوب على كل اللي بيسالني. لو انت لسه ما اشتركتش، انزل تحت دوس اشتراك، فعل الجرس، هيوصلك كل فيديوهاتي. كان معاكم يوسف سمير رشدي، قناتي يوسف سمير رشدي، مستشارك العقاري زوج. مع السلامه. وبصوا برضو على الفيديوهات القديمه، شامله كل حاجه، مواعيد طرح، اسعار شقق، ازاي تشطب، ازاي تعمل، ازاي تستعلم، ازاي تسجل. الفيديوهات القديمه يا جماعه، ان انا الناس بتسالني اسئله من ضمن الفيديوهات تحت، يعني لو نزلوا تحت كده لفوا لفه في الفيديوهات بتاعتي كانوا ما سالونيش، بس ما فيش مشكله. برضو تليفوني موجود، اللي بيسالني على القناه وبجاوب عليه، اللي بيتصل بيا بجاوب عليه. وانا بيبدا الفيديو بتاعي بعد ما بيتحمل، بجاوب على كل الاسئله والحمد لله. بشكر كل الناس اللي اشتركوا معايا في وقت قليل. العدد زاد جدا وبقينا مشتركين كتير، وبتمنى ان العدد يزيد عشان الفايده تزيد. اشوفكم على خير، عشان ما اطولش عليكم الفيديو. مستني اسئلتكم تحت الفيديو. كان معاكم يوسف سمير.